مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من مسلسل حبيبتي من تكون، ويا ريت تدعمونا باللايك والاشتراك. وباقي الحلقات المسلسل موجودة على قناتي. وبداية الحلقة بشيري بتقول لسافي ان اشكا بتعمل كل ده عشان توقع رجاء، وبتستخدم ابنها جيان عشان توصل اللي هي عايزاه، لكن مستحيل اخلي سي تروح معاهم الرحلة دي. لكن بتقول لها سافي ان هي اللي ولدت سي، لكن شيري بتتعصب وبتقول لها ده سابت بنتها اللي عندها 6 شهور وهربت مع عشاء، هي دي اللي بتكون الأم. أنا بنظر العالم وبنظري أنا وبنظر المحكمة وأهم شيء بنظر سي، انت اللي بتكوني أمها مش أشكا، انت فاهمة ولا لأ؟ ومش بس كده، انت بتكوني والدتها وتروحي وتقولي للرجاء الكلام ده، وتقولي ان بنتك سي مش هتروح أي مكان وترفضي الكلام ده. لكن سافي بتقول لها ازاي اشرح لك رجاء عالق في المنتصف ما بين ابنه وما بيني انا كمان، لكن ما اقدرش اقول لرجاء ان هو يختار واحد بس ما بين عياله، وانت عارفة ان رجاء بيحب جيان للغاية، وان جيان كمان بيكون نقطة ضعف رجاء، عشان كده ما اقدرش ان انا اخيره، وبلاش ان انا انزع منه السعادة الكبيرة اللي بيستناها بقاله سنين كتيرة جدا، وخصوصا ان دي هتكون خطيئة كبيرة قوي. راحت قالت لها شيري ازاي تكون عاقلة بالطريقة دي، انا بشكرك جدا ان انت موجودة في حياتي، لولا قدومك لحياتنا انا مش عارفة كان ابن رجاء هيعيش ازاي. وبتنهار جدا سافي وبتحضنها شيري كمان. ومن الناحية التانية أشكا بتكون بتحضر الشنطة بتاعتها عشان الرحلة. في اللحظة دي بيدخل عليها أرش وبيسألها هو ايه اللي بيحصل بالظبط، وليه بتحط اللبس بتاعك في الحقيبة بالشكل ده. فبتقوله ان انا وجيان هنروح رحلة. في اللحظة دي بيتعصب وبيقول لها المفروض كنت تسأليني قبل ما تعملي الخطة دي، وخصوصا ان عندي شغل بكرة مع العميل، يعني مش هينفع اروح معاك اي مكان. لكن هي بتقول هو انت امتى وقفتك؟ في اللحظة دي بيقول لها معنى كده ان انت هتروحي لوحدك؟ فبتقول له لا، هروح مع عيلتي انا وجيان وسي ورجاء. في اللحظة دي بيتعصب وبيقول لها ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوليه ده؟ فبتقول ان ده مش كلام فاضي، انا هروح انا وعيلتي رسميا. فبيسألها رشو يا ترى عيلتك اللطيفة دي هتروحوا فين الرحلة دي؟ فبتقوله ان انا ما ينفعش ان انا اقولك لان دي هتكون اجازة خاصة، ومش عايزة اي حد يعرف عنها اي تفاصيل، عشان كده لازم اجهز الحقائب ولازم اجهز حقيبة جيان. في اللحظة دي بيتعصب جدا أروش وبيقول الواضح اللي اسمها سافي دي ما سمعتش حديثي واتغطت عنه كمان، لكن انا مش هكون احمق. ومش بس كده، انا مستحيل ان انا اسكت عن الموضوع ده، وهفضل لحد ما الاقي حد للموضوع ده واوقفها عند حدها. بتروح سافي عشان تقنع سي، لكن سي بترفض وبتقول ان انا مش هروح اي مكان. سافي بتقول لها مش انت كنت حابة تقضي بعض الوقت مع اخوك جيان؟ لكن بتقول لها سي لازم ان ام الملاك تيجي معايا. في اللحظة دي سافي بتهديها وتقول لها تعالي اقعدي جنبي، انا لازم اروح المستشفى مع والدتك الكبيرة توصل ايجا لاجل طبعا الفحص الروتيني، وما ينفعش اسيبها في الموضوع ده. وكمان في موضوع مهم جدا لازم ان انا اخلصه. وسألي جدتك كمان انت ناسي ان انا عندي المشروع؟ فبتسألها سي اي مشروع تقصدي؟ فراحت قالت لها المشروع ده انا فكرت ان انا اعمله، وخصوصا ان انا هاخد عليه درجات كبيرة جدا، هنعمل فيديو عائلي عن العيلة كلها، عشان كده لازم ان انت تكوني مع اخوك جيان وتصوريه كمان، وده عشان طبعا والدتك الملاك تحصل على درجات كبيرة جدا بسبب المشروع ده. وطبعا لو ما عملتيش الفيديو ده مستحيل ان انا هحصل على درجات كاملة، وساعتها المشروع مش هيكتمل. ومش بس كده، هيخصموا لي درجات كبيرة، وساعتها والدتك الملاك الكل هيقول عليها ان هي سيئة جدا. هو انت حابة كده؟ راحت قالت لها زي ان ام الملاك ليست سيئة، وان هي بتكون افضل ام ملاك. فراحت قالت لها سافي يعني هتروحي؟ راحت قالت لها ايوه، ووعدك وعد الخنصر ان انا هعمل كل الفيديوهات عشان تنجحي في المشروع ده. وبتقول لامها الملاك ان انا بحبك جدا. تاني يوم سافي بتقول لسي ان انا جهزت لك كل حاجه، واهم شيء بلاش تضايقي اخوك ولا تضايقي ابوكي كمان، والعبي العاب كتيره معاه. ومش بس كده، التقطي صور واعملي فيديوهات واستمتعي كمان، واهم حاجه بلاش ان انت تضايقي والدتك اشكا، وكوني فتاه جيده. راحت قالت لها انا هفتقدك للغايه ام الملاك. راحت قالت لها سافي وانا كمان هفتقدك جدا يا سي. في اللحظه دي بتقول لها سي ان انا عايزه الوشاح بتاعتك. بتسالها سافي ليه؟ راحت قالت لها سي لان ريحتك هتكون فيها، واحس ان انت معايا، وكل ما اشتاق احضن الوشاح ده. فراحت قالت لها سافي خلاص ماشي يا حبيبتي انا هجيب لك الوشاح. وبتجيبه فعلا وبتلبسه لسي. بعد كده رجاء بيقول لها يلا يا حبيبتي خلينا نمشي، اخوك جيان منتظرنا تحت. في اللحظه دي سافي بتقول لهم ان
انا هوصلكوا لحد تحت. طبعا سي بتودع العيله كلها، وكمان جدتها بتقول لها ان انا حضرت لك الاكل المفضل عندك. وبتكون اشكا وجيان راكبين العربيه، واول ما تنزل سافي طبعا بتكون اشكا متضايقه جدا اول ما بتشوفها. رجل في اللحظه دي بيودع سافي وبياخد منها صندوق الاكل، وبيمسك الجرح اللي كانت اتعورت بسبب القطر. واول ما تشوف كده اشكا طبعا بتتضايق جدا وبتحس بالغيره. رجال بيقول لسافي ان انا عايزك تهتم بنفسك، جرحك لسه مازال جديد. في اللحظه دي بتبص له وبتقول هو صحيح الجرح جديد، لكن ما تقلقش اكيد الجرح هيجي في يوم وهيشفى، يعني ما تقلقش من الناحيه دي. رجاء طبعا بيقول لها ان احنا لازم امشي، وبتنادي عليه اشكا بتقول له يلا بينا عشان هنتاخر. سي بتودع امها الملاك وبتركب مع ابوها، وطبعا سافي الدموع بتكون في عينيها. من الناحيه التانية رينو بتكون واخده اجازه بعد يوم طويل جدا، وبتقول ان انا لازم استغل الفرصه دي واروح لامان المكتب عشان اتغدى انا وهو واعمل له مفاجاه كمان. وهي راكبه العربيه بتشوف درام. في اللحظه دي بتوقف العربيه وبتنزل عشان تسلم عليه، لكن المفاجاه لما بيكون درام واقف مع واحد وهما الاتنين عمالين يتكلموا، والراجل بيقوله ان انا عملت زي ما السيد وداريا طلب مني تماما، وحذفت لقطات الحادث من قسم الشرطه ومن المقهى كمان، واللقطات الوحيده للحادث موجوده على الفلاشه دي. وقول للسيد رجت ان العمل بتاعه تم بنجاح، وان مفيش اي لقطات للحادث الخاص بإيشا بوسلي مع اي حد، معنى كده ان الحقيقه مش هتظهر قدام اي حد. درام بيشكره وبيقول له شكرا يا سيد قمر، ومش هنسى جميلك ده ابدا. في اللحظه دي رينو بتخبط في حد، وبيكون طبعا درام والراجل اللي معاه بيكونوا ماشيين، ومجرد ما بتقوم رينو بتتفاجئ ان درام بيكون ماشي. وفي اللحظه دي بتتصدم جدا وبتقول ان انا لازم ارجع البيت واقول لاختي سافي على كل حاجه سمعته. رجعت راكب العربيه وعمال يفكر في كلام سافي لما بتقوله ان ابنك جيان عمره ما اتكلم معاك بطريقه حلوه ولا مع اسيه كمان، ازاي مره واحده كده قرر ان هو يروح معاك رحله وعايز عيله مثاليه؟ اكيد الموضوع ده وراه سر كبير. ومن الناحيه التانيه بيفتكر ازاي سافي قدرت تقنع سي وبتقول لها ازاي تستمتع بالرحله دي. رجل بيقف على الطريق وبيقول لهم ان انا هجيب لكم وجبات خفيفه، ومجرد ما يخش طبعا السوبر ماركت قرر ان هو يتصل على سافي. اول ما بتشوف رقمه طبعا بتفرح جدا، واول ما بتكلمه بيقول لها ان انا حبيت اتصل عليك واعرفك ان احنا وصلنا لنص الطريق وقدامنا ساعه واحده بس ونوصل للمنتجع. فبتقول له خلاص ماشي. بعد كده بتقول له هي سي بتضايقك ولا حاجه؟ فبيقول لها لا ابدا، سي كويسه جدا، لو عايزه تتكلمي معاها. راحت قالت له ايوه. في اللحظه دي طبعا بينادي على سي وبيقول لها ان في اتصال من والدتك الملاك. سي اول ما بتسمع كده بتفرح جدا، اما اشجع بتتعصب قوي وبتقول هي الست دي مش ناويه تسيبنا نعيش يوم لوحدينا؟ طبعا سي بتطلع تجري على ابوها وبتكلم امها الملاك وبتقول لها ان انا مفتقداكي للغايه. راحت سابقت لها وانا كمان يا سي مفتقداكي للغايه، عايزاكي ان انت تستمتعي بالرحله دي وتعملي صور وفيديوهات كمان. راحت قالت لها خلاص ماشي، وبتقول لها سافي ان انت بلاش تزعجي والدك، وحاولي ان انت تبعتي صورك ليا على طول عشان اعرف ان كنت مستمتعه بالرحله ولا لا. وبتقفل معاها سافي، وسي بتقول لوالدها ان احنا عايزين ناخد صوره سيلفي عشان نبعتها لام الملاك. فرجات بيوافق وبياخدوا الصوره سيلفي، وطبعا سي بتكون حاطه وشاح سافي على رقبه رجات. سي بعدها بتقول لرجات هو انت بتفتقد ام الملاك انت كمان عشان كده اتصلت بيها؟ بعد كده سافي بتشوف الصوره اللي سي بعتها، واول ما بتشوفها طبعا بتبقى مبسوطه جدا وتتفاجئ ان رجات هو كمان معاه الوشاح بتاعها، وبتبقى مبسوطه جدا وبتعرف ان رجات هو كمان مفتقدها. بعد كده بتكون رايحه تركب الاسانسير. في اللحظه دي بتيجي رينو وبتمنعها كمان وبتسالها سافي ايه اللي انت بتعملي ده على مهلك؟ هو ايه اللي حصل وليه وقفتيني بالطريقه دي؟ فبتقول لها ان في موضوع مهم جدا يا اختي لازم ان انا اقولك عليه، حصل حاجه كبيره جدا ولازم ان انت تعرفيها. في اللحظه دي بتقول لها ان انا كنت النهارده خارج مكتب زوج اختي اللي هو رجات يعني، وشفت درهام، وبتحكي لها على كل حاجه سمعتها. في اللحظه دي سافي بتصدم وراحت قالت لها انت تقصدي
بتقولي ان رجاء بيحاول ان هو يمحي الادله. راحت قالت لها ايوه، راحت قالت لها سافي تقصدي ان هو بيساعد المذنب او المجرم اللي عمل في امي كده؟ فراحت قالت لها رينو ان انا سمعت كل حاجه وجيت حكيت لك، انت لازم تتكلمي مع رجاء ولازم تعرفي ازاي يعمل كده يا اختي، ازاي ان هو يخفي حقيقه كبيره عننا زي كده، ازاي ان هو يساعد المجرم الحقيقي. انت لازم تتصل على رجاء دلوقتي وتساليه كمان هو ازاي يعمل فينا كده، ازاي يعمل التصرفات الحقيره دي. سافي بتتعصب جدا وبتقول لها هو انت فقدت عقلك؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت لازم تفكري قبل ما تتكلمي يا رينو. اكتر واحد كان قلقان على امي وقت الحادث، واكتر واحد كمان هو اللي ساعد امي وهو اللي اخد امي للمستشفى كمان. مين اللي عمل كل ده؟ هو رجاء هو اللي عمل كل ده. ده حاول ان هو يوحد الليل والنهار عشان يمسك المجرم الحقيقي، وانت بتتكلمي عليه بالطريقه دي؟ ازاي تتكلمي عليه بالطريقه دي؟ ده لحد النهارده بيركض ورا القضيه عشان يمسك المجرم الحقيقي. فاكره لما شك في جيجار وفي لاكي كمان كان مستعد ان هو يسلم اخوه وجوز اخته كمان، لكن لما وجد داري رفض ان هو يسلمه. وانت بتقولي ان هو بيمسح الادله؟ ازاي تفكري بالطريقه دي؟ اكيد ده سوء فهم منك. انت سمعت نص الحديث وجايه بتبالغ في رد فعلك. انا مستحيل اسال رجاء اي حاجه عن كده، وكمان انا مستحيل ان انا اشك فيه، ولا كمان هخليكي انت كمان تشك فيه، ومستحيل اسمح لك ان انت تقولي كلمه واحده ضد رجاء. بعد كده رجاء بيقول لسي روحي اركبي العربيه وانا هاجي دلوقتي. وبتكون اشكا بتسال ابنها جيان هو انت مبسوط؟ فراح قال لها يا امي هو انت مبسوطه؟ راحت قالت له ايوه. فبيقول لها جيان لو انت مبسوطه انا كمان مبسوط، بس بيقول لها كويس ان بابا ما جابش اللي اسمها سافي دي، يا اما كنت هتضايق جدا وكان مزاجي هيفسد للغايه، وخصوصا ان سي هتفضل تناديها بام ملاك طول الوقت. فاشكا بتقول له انا مش عارفه ايه اللي بيعجب سي في المره الممله دي، ده ممله للغايه. على كل حال احنا دلوقتي مع بعضينا وعايزين نستمتع بالرحله دي، بلاش ان احنا نتكلم عن المره الغبيه دي تاني، وبلاش ان احنا نجيب سيرتها. وبتسمع سيه كل الكلام ده وبتزعل كمان. من الناحيه التانيه اروشي بيصحى من النوم وبينادي على الخادم وبيساله هي اشيكا فين؟ فبيقوله ان السيده اشيكا وكمان جيان الاتنين طلعوا الصبح وكان معاهم شنطه كبيره جدا وخدوا العربيه ومشوا، لكن معرفش هما فين. في اللحظه دي بيتعصب اروشي وبيقوله طب انت ليه ما رضيتش تصحيني؟ فبيقوله ان انا مرضتش ازعجك وخصوصا النهارده السبت. في اللحظه دي بيتعصب عليه اروش وبيقوله امشي من قدامي دلوقتي. بعدها بيتصل على اشيكا، لكن اشيكا بتفضل تكنسل عليه المكالمه وما ترضاش ترد عليه. فبيتعصب جدا اروش وبيقول اللي انت عملتيه ده معايا يا اشيكا ده غلط جدا، يعني انت مشيتي من غير ما تقولي لي وفوق كل ده مش بترد على اتصالاتي. وبيرمي التليفون في الارض. في اللحظه دي بيجي جيجار اللي بيقول هو انت ليه قلقان كده؟ هو انت بتضر نفسك بنفسك على فكره باللي انت بتعمله. راح قال له اروش انا بستمتع وانا بعمل كده، انت عندك مشكله؟ يلا جهز نفسك بسرعه خلينا نروح المكتب، احنا عندنا اجتماع مهم افضل من الدراما اللي بتبقى موجوده في البيت على طول. لكن جيجار بيقول ان الدراما دي بتصبح مثيره للاهتمام بالتدريج. بعد كده رجاء بيوصل هو والعيله للمنتجع. بعدها طبعا الموظفه بتديله الجناح الرئيسي وبتقوله ان في حفله النهارده موجوده في الحظيره. اول ما بيسمع كده جيان بيفرح جدا وبيقول ان انا عايزه اروح الحفله. فبتقوله اكيد يا حبيبي كلنا هنروح الحفله دي، لكن لازم ننتعش في الاول ونغير اللبس بتاعنا وبعدها نروح الرحله، بس يلا بينا ناخد صوره جماعيه. وبتقول لي سي هو انت مش هتطلبي ابوك عشان ناخد صوره جماعيه؟ سي بتنادي على رجاء وبتقول له تعالى خلينا ناخد صوره سيلفي. بتحاول اشيكا طبعا تاخد الصوره لكن مش بتعرف، وبتنادي على خادم من الفندق وبياخد لهم صوره. بعد كده بتقول انا هستغل الصوره دي وهشوف ان كان اروشي بيفتقدني ولا لا، ولازم يعرف كمان من خلال الصوره دي ان اشيكا عندها خيارات كتيره جدا مش خيارات قليله، وان انا هشارك صوره العيله دي على وسائل التواصل الاجتماعي. اروشي بيكون في الاجتماع وعمال يتخانق مع الموظفين وبيقول لهم يعني انا بدفع لكم فلوس كتيره جدا عشان دي تكون النتيجه في الاخر. بعد كده بيجيله اشعار على اللابتوب بتاعه وبيضغط على الاشعار ده بالغلط، لكن المفاجاه الكبيره لما بتظهر على الشاشه والكل بيكون مصدوم لما بيشوف اشيكا وكمان رجاء والعيله كلها
طبعًا بتكون متجمّعة، والصورة كمان نازلة على وسائل التواصل الاجتماعي، وطبعًا الكل عمّال يقول مش دي السيدة أشيكا هي مع رجاء تقر ليه؟ يعني هُم الاتنين راحوا رحلة مع بعضيهم، عشان كده السيد أرُوش مزاجه متعكر النهارده، أكيد ده السبب. وطبعًا بيقول له جيجار أنا اعتقدت إن أنت العيلة الخاصة بأشيكا، لكن طلع رجاء موجود في النُص. في اللحظة دي طبعًا أروشي بيتعصب على الموظفين، وبيقول لهم روحوا شوفوا خطة جديدة غير الخطة اللي أنتم عارضينها دي. أما جيجار بيقول إن النار اشتعلت في قلب أروشي دلوقتي. بعد كده بيكون أروشي بيتصل على أشيكا وبترد عليه، وبيقول لها هو أنتِ فين؟ أنا عمّال أتصل عليكِ بقى لي مدة، لكن أنتِ مش بتردي عليَّ. فراحت قالت له أنت عايز إيه؟ هو أنت ليه مهتم أنت تعرف أنا فين؟ راح قال لها أنتِ لازم تجاوبي على سؤال وبس، هو أنتِ فين دلوقتي وإيه اللي أنتِ عملتيه ده؟ راحت قالت له إن أنا موجودة هنا مع عيلتي، وإيه اللي أنا عملته؟ أنا ما عملتش أي حاجة، ومش عايزة أقول لك على مكاني عشان ما حدش يزعجني. راح قال لها إزاي تمشي من غير ما تقولي لي؟ وإيه الصورة اللي أنتِ وضعتيها على الفيسبوك دي؟ هو أنتِ عايزة تهينيني وتهيني احترامي؟ احذفي الصورة دي بسرعة. راحت قالت له إيه اللي أنت بتقوله ده؟ اعذرني، هو أنا قُلت لك قبل كده إن أنت بلاش تصرخ عليَّ ولا تعلّي صوتك، أنا مش باكون زوجتك وما تمش جوازنا لحد دلوقتي. لو عايز طبعًا تتحكم في شخصيتي لازم تعمل حاجة واحدة بس، في الأول تروح تجيب لي خاتم سوليتير 5 قيراط، وبعد كده تاخد معايا ال7 دورات بتاع الزواج وتخلّيني زوجتك، وبعد كده اتحكم فيّا واسأل أنا رايحة فين وجاية منين وطالب بحقك ده، غير كده أنت ما لكش عندي أي حاجة وبلاش إن أنت تزعجني. طبعًا بيتعصب عليها وبيقول لها هو أنتِ بتضغطي عليَّ يعني وتنحدري للمستوى ده؟ أنتِ فاكرة نفسِك إيه؟ في اللحظة دي أشكى بتقفل المكالمة في وشه، وأروش عمّال يقول ألو، ألو، وأول ما بيشوفها قفلت في وشه بيتعصب جدًا، وبيقول اللي أنتِ عملتيه معايا يا أشكى ده مش صحيح، أنا مضت سنين كتيرة جدًا وأنتِ معايا، لكن الواضح إن أنتِ لحد دلوقتي ما عرفتنيش كويس، مش أرُوش كوجرال اللي أنتِ تبتزيه بالطريقة دي، وانسي إن أنتِ تحصلي على أي حاجة من اللي أنتِ طلبتيها. الواضح إن أنا أعطيتك حاجات كتيرة السنين اللي فاتت، لكن أبواب منزلي هتغلق في وشِك دلوقتي، وفي مفاجأة كمان هتفاجئِك أول ما تيجي، مش مفاجأة بس، ده هتكون صدمة كبيرة هتنتظرك أول ما ترجعي من الرحلة دي. بعد كده جيان بيقول إن النضارة اتكسرت، راحت قالت له طب أنا هاجيب لك واحدة جديدة إزاي دلوقتي؟ فبيقترح عليه رجاء إن هو يصلحها له، وبيقول له إن هي ما اتكسرتش لكن طلعت برّه الحاجز بتاعها، أنا كنت باصلحها في طفولتي. في اللحظة دي أشيكا بتفرح وبتقول إن رجاء دلوقتي بيتحرك وفق إشاراتي، وجهاز تحكمه بيكون ابن جيان، يعني جيان دلوقتي أقدر أخليه يعمل كل حاجة أنا عايزاها. بعد كده أشيكا بتشغل أغنية والكل عمال يبص لها، فبتقول لهم هو انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ أنا اتذكرت الأغنية دي لما لقيتنا كلنا متجمعين سوا، فاكر يا جيان؟ فاكر وانت صغير كنت بتحب الأغنية دي، لكن في الحقيقة انت مش هتتذكر أي حاجة لأنك انت كنت صغير جدا. وقتها كان والدك كان بيغني لك الأغنية دي كتير أوي، لدرجة إن إحنا سجلنا لك الأغنية دي بصوتك وكنت على طول بنغنيها، كانت الأغنية المفضلة لعيلتنا صغيرة. وبتقول لرجاء يلا بينا نرقص النهاردة زي ما كنا بنرقص على الأغنية دي قبل كده، وبتقعد تترجى رجاء عشان خاطر ابنها جيان، وطبعا رجاء بيوافق وبيقوم وبيرقص معاها. أما سي بتكون زعلانة جدا، ومن الناحية التانية جيان طبعا بيكون فرحان ومبسوط كمان. أشيكا طبعا عمالة ترقص هي وجيان، وكمان رجاء اللي بيكون فرحان ومبسوط، وبتحاول أشيكا إن هي تقرب من رجاء. في اللحظة دي طبعا سي بتيجي فكرة في دماغها عشان تبوظ اللحظة دي، وبتفضل تصرخ وبتقول إن معدتي وجعانة. في اللحظة دي بيطلع يجري رجاء وبيسألها مالك يا حبيبتي هو إيه اللي حصل؟ فبتقول له إن أنا معدتي وجعاني جدا يا بابا ومش عارفة إيه اللي حصل. فبتقول لها أشيكا إزاي معدتك وجعتك فجأة كده؟ راحت قالت لها سي وجعاني يعني وجعاني، أنا بقولك إن أنا وجعاني. فرجاء بيتعصب وبيقول لها إن هي معدتها وجعاها، معنى كده إن إحنا لازم نتصل بأي حد. فبتقول له أشيكا إن أنا هنزل للاستقبال وأسألهم إن كان موجود دكتور ولا لأ، ومش بس كده ده أنا هجيب خادم عشان يفضل معاها ويفضل مع سي عشان يقدر إن هو يعتني بيها، وأنا كمان هشوف أي حد عشان يقدر يساعدنا في الموضوع ده. فجيان بيقول لهم خلاص أنا هروح أجيب الخادم لسي وأنا هستناكوا قدام المسبح أو جنب المسبح وبلاش إن انتوا تتأخروا. أشيكا بتقول لسي إن أنا الطبيب هيجي دلوقتي وهيكشف عليك وهيخفي الألم، ولحد طبعا ما الدكتور ما يجي
الأخ ده أو الخادم ده. لكن بتقول لها لو أم الملاك كانت موجودة كانت مستحيل إن هي تسيبني، وبتقول يا بابا أنا وجعني بطني أوي. في اللحظة دي طبعًا بتقول روحوا أنتم خلاص عند أخويا جيان وأنا هافضل هنا. لكن رجاء بيرفض وبيقول إن أنا مش هاروح أي مكان ومش هتفضلي مع الخادم كمان، وأنا هافضل جنبِك يا حبيبتي وهافضل مستني لحد الدكتور ما ييجي. فطبعًا أشَكَ بتتعصب وبتقول له: "هو أنت ليه بتبالغ في رد فعلك؟ ده مجرد ألم في المعدة، يعني هتكون كويسة مجرد ما الدكتور ما ييجي. خلّينا دلوقتي نروح عشان نقعد مع ابنك جيان، جيان منتظرنا رجاء وإحنا موجودين هنا عشان خاطر سعادة جيان. لحد إمتى هنفضل موجودين في الغرفة؟ هنفضل طول اليوم يعني والّا إيه؟" فرجاء بيمشّي الخادم وبيتعصب جدًا وبيقول لأشَكَ: "ده الفرق اللي بينِك وبين سافي، سافي لو موجودة دلوقتي ما كانتش هتترك لحظة واحدة وتمشي كمان، ده كانت فضلت قاعدة جنبيها وتجيب مَيّة دافية وتحاول تعمل أي حاجة عشان تحوش الألم من بطن لكن أنتِ بتعملي إيه؟ بتحاولي تمشّيني من هنا وكمان جبتِ خادم عشان يفضل مع هو الواحد هيتوقع منِّك إيه يعني؟" في اللحظة دي بتتعصب أشِكا وبتقول له: "ذكرت اسم سافي مجددًا، ما تنساش إن وجيان الاتنين بيكونوا أطفال، والست اللي مش مستحيل إن هي تصبح أم مش هي اللي هتعلمني إزاي أربي أطفال." في اللحظة دي رجاء بيتعصب جدًا وبيقول لها: "وطّي صوتِك وأنتِ بتتكلمي، إزاي تتكلمي بالطريقة دي؟ وأنا مستحيل أسمع كلمة واحدة ضد سامي، وما فيش داعي أقول لِك مين الأم الكويسة مين الأم اللي ما تعرفش أي حاجة عن الأمومة، أنتِ فاهمة والّا لأ؟" وبيقول لها إن في فرق كبير بينِك وبين سامي، أنتِ فاهمة والّا إيه؟ أنا هافضل هنا مع وروحي أنتِ مع ابنِك جيان. راحت قالت له: "لأ، أنا مش هاروح أي مكان يا رجاء، أنا هافضل موجودة مع في اللحظة دي بتقول لوالدها: "أنت عايز تفضل مع أخويا جيان وتقضّي معاه وقت، وروح أنت وأنا هافضل مع أمي أشَكَ." رجاء بيرفض، لكن طبعًا أشِكا بتقول له إن أنا موجودة، فبيقول لها: "خلاص يا حبيبتي أنا هاروح، ولو في أي حاجة اتصل عليَّ." أشِكا بعدها بتقول إن أنا هادخل الحمام وهارجع على طول. ونتفاجئ إن عملت التمثيلية دي عشان أشَكَ ما تستمتعش بالرحلة دي، وبتقول إن معدتي مش هتكون كويسة غير لمّا أرجع البيت. رينو بتكون قاعدة بتخلّص الشغل وحاطة الهاند فري، وبتيجي سافي اللي بتكون عمّالة تنادي عليها وبتسألها على أبوها وأمها، وبتقول لرينا: "هو أنتِ لسه زعلانة منّي؟ أنا باتأسف لِك جدًا على اللي أنا عملته، لكن أنتِ اللي غلطتِ في الأول. أنا عارفة إن أنا غضبت عليكِ ووبّختِك بطريقة وحشة جدًا، لكن أنتِ اللي زعلتيني." حد يقول على رجاء كده؟ إزاي تشُكّي وتوجّهي اتهام كبير زي كده لرجاء؟ أنتِ عارفة إن رجاء مستحيل يعمل حاجة زي كده. فبتتأسف رينا وبتقول لها إن أنا باقول أي حاجة بدون تفكير. بعد ما فكرت في الموضوع أعتقد إن زوج أخي رجاء مستحيل إن هو يعمل حاجة زي كده. بعدها سافي بتعزمها في المطعم وهُم ماشيين التليفون بيرن وبيكلموا الsecurity وبيقول: "هي سيدة سافي معايا؟" فبتقول له: "أيوه." فبيقول لها إن أنا اتصلت بمنزل تقار لكن ما حدش رد عليَّ، في حد هنا جاي عشان يقابلِك وبيقول إن هو اسمه أروشي كوجورال. أول ما بتسمع كده سافي بتتصدم وبتقول: "هو أروشي بيعمل إيه هنا؟" وبتخلص الحلقة وانتظروا الحلقة دلوقتي يا حلوين.